ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل غدا سريع، بتهيالي ده اخر مرة هعمل معاكم غدا صيامي، فاستنوني في الايام الجاية. هنعمل اكلات فطاري. كل سنة وانتم طيبين، صيام الرسل خلاص قرب. كل سنة وانتم طيبين، يا ربنا يعود الايام عليكم بخير. المهم عشان ما اتاخرش عليك يا ستي، ادي كده جبت حلة الضغط وحطيت فيها شوية زيت حلوين، وفصين توم كبار قطعتهم، انا ما هرستهمش، قطعتهم. خليهم كده يغيروا اللون شوية، يعني مش يغيروا لون شديد. وملعقة صغيرة كمون صحيح، واقلب كده. وانا مقطعة بصلاية ميديم جوليان، وبرضو اقلبها مع بعض كويس. وبعد كده هخليها تقلب كده شوية. انا هنا ما عنديش شطة اللي هي الشطة الخضر القرون الحارة دي، فانا حطيت شطة سودانية. فلو عندك شطة خضرة حارة حطي، فانا حطيت الحمرة دي السودانية العادية، ودت نفس الطعم يعني. وبعد كده حطيت ملعقة ثوم وجنزبيل مفرومين، ودي البهارات بتاعتي: شطة وكزبرة وفلفل اسود والملح على حسب، و2 ورق لوري. والفلفل الاسود نص ملعقة صغيرة، وانا بالمدق دقيته شوية عشان يدي طعم احلى. وحطيت مية لان حسيت ان البهارات هتلصق في القرع بتاع الحلة. بعد كده هجيب طماطماية كبيرة هحطها واقلبها كده شوية. وده هنا الشانيه دال او اليلو سبليت بيز، انا حطيته في مية سخنة، يعني بعد ما غسلته حطيته في مية سخنة ويتنقع كويس خالص. اهو جاهز، فاحطه في الحلة واعمله مع الخلطة اللي احنا عملناها. واحط مية، انا حطيت حوالي لتر، تمام. واحطه في حلة الضغط واقفل عليه. بعد ما يغلي اقفل عليه لغاية لما ياخد العلامة بتاعته. فبعد كده هجيب شوية زيت وهعمل الطشة. هنا كان اوريدي خلص معايا. فالطشة عبارة عن الطشة بتاعته عبارة عن شطة حمراء، بس تقلبيها كده سريع، هي ما بتاخدش وقت. اول ما تشمي وهتشوفي نفسك هتعطسي على طول طشي. وزي ما شفتي في اول الفيديو انا حطيت حتة زبدة، لو ما عندكيش صيامي مش مشكلة يعني. فادي ده كان الغدا بتاعنا، عملت جنبه رز ممكن يتاكل بعيش. وانتظروني كده في الاكلات الفطار ان شاء الله. حاول ان انا ارضي كل الناس وحاجات تعجبكم ان شاء الله. انتظروني، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود الايام عليكم بخير. ولايك وشير وسبسكرايب لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.